في سؤال 99% منكم هيجاوبوا غلط، ركز معايا. مضرب وكوره مجموع ثمنهم 11 جنيه، والمضرب اغلى من الكوره ب 10 جنيه، يبقى الكوره ثمنها كام؟ اكتب لي اجابتك تحت، وخليك فاكر الجمله دي كويس. عقلك مش ساعات بيغلط، ده ساعات بيكون واثق جدا وهو بيغلط. اجابه السؤال هقول لك عليها اخر الحلقه. يلا بينا نبدا. سنة 95 في راجل اسمه ماك أرثر طلبت معاه يسرق بنك، بس بدل ما يلبس ماسك غسل وشه بعصير ليمون، لأنه كان مقتنع إن عصير الليمون ده هيخليه مش متشاف على الكاميرات، حاجة زي الحبر السري كده. طبعا النتيجة الكاميرات صورته اتش دي، والشرطة جابته قبل حتى ما يقول سلام عليكم. القصة دي حقيقية، ولما قبضوا عليه الراجل ده قال جملة خلت العلماء يدوروا في اكبر لغز بشري: ليه الانسان بيكون واثق قوي قبل ما يكون فاهم؟ الجمله اللي قالها وهو ما كانش مصدق: هم ازاي شافوني؟ المهم ان القضيه بتاعت الراجل ده وصلت لعالمين النفس دانينج وكروجر، ومن هنا ظهر التاثير المرعب دانينج كروجر افكت، ان الناس اللي فاهمه قليل بيكونوا اكتر ناس واثقه في نفسها، واللي بيفهم بجد هو اللي بيشك وبيسال وبيفكر بدل المره اتنين. لسه فاكر اجابتك على لغز المضرب والكرة؟ طب ليه بقولك القصه دي؟ لان الحلقه دي مش عن الناس اللي بتكذب عليك، الحلقه دي عن الكذب اللي انت بتقوله لنفسك وانت فاكر انه منطقي جدا، الكذب الهادي اللي بيجيلك في شكل تحليل. وهتفهم جوه الحلقه ازاي دماغك ممكن تخدعك بحسن نيه، وازاي بتبقى انت فاكر انك بتحلل بس انت في الحقيقه بتبرر، وان الثقه ساعات كتير ما بتكونش دليل قوه، دي بتكون دليل على انك مش شايف الصوره كلها. تسمح لي بقى نفتح دماغك وندخل نتجول مع بعض كده جوه عقلك، نشوف مخبلنا ايه؟ اول حاجه ان دماغك بتحب تختصر حتى لو بتغلط. لو افتكرت الاجابه اللي انت قلتها اول حلقه هتلاقي عقلك استعجل، وده اللي شرحه دانيال كانيمان في كتابه Thinking Fast and Slow، ان العقل البشري بيشتغل بنظامين: نظام سريع وده اللي بياخد القرار قبل ما انت تفهم اصلا الكلام على ايه، نظام تلقائي كده. تاني نظام هو النظام البطيء، ده الهادي بقى المنطقي بتاع التحليل وبيحسبها على مهله. الصدمه والمصيبه ان 90% من يومك النظام السريع هو اللي ماسكه، هو سريع وعفريت كده بس مشكلته ان دايما بيحب يكون حاسس انه بيفهمها وهي طايره، زي ما قلت لك حتى لو النتيجه غلط. يعني هو ما بيدورش على الدقه، هو بيدور على السرعه. وعلشان كده معظم الناس قالت الكوره بجنيه، لا وقالتها بكل ثقه كمان، اسرع من ان النظام البطيء يلحق يشتغل. طب يا ترى في ايه تاني جوه الجمجمه العسل دي؟ تعالوا بقى نروح لاكبر لعبه دماغك بتعملها عليك، في ان الدماغ مش بس سريعه، لا دي كمان متحيزه، وده اخطر. العلماء بيسموا ده التحيز التاكيدي. يعني بص، عقلك ساعات بيفتكر ان هو باحث علمي، بس في الحقيقه هو بيكون قايم بدور محامي الدفاع، بيحامي عن الفكره اللي في دماغك حتى لو الفكره دي غلط. خليني احكي لك الموقف ده. في الستينات العالم بيتر وازن عمل تجربه بسيطه جدا بس فضحت دماغ البشر كلهم. جاب ناس اداهم تسلسل ارقام 2 و4 و6، وقال لهم في قاعده في الارقام دي اكتشفوها وادوني ارقام بنفس القاعده دي. اللي كتب ان الارقام دي زوجيه، واللي قال ان هي بتزيد 2، بس ولا واحد فيهم حاول يثبت ان فكرته غلط. محدش قال مثلا الارقام 2 و3 و4 او 10 و50 و200، مع ان دي الاجابه الصحيحه والاوسع والاشمل. ان القاعده اللي كان قاصدها بيتر وازن هي اي ارقام في تسلسل تصاعدي. ولا واحد حاول يثبت ان فكرته غلط، لان الدماغ زي ما قلنا ما بتدورش على الحقيقه، هي بتدور على حاجه واحده بس: ازاي تثبت لنفسها ان هي صح من الاول. وده اسمه تحيز التاكيد. عارف ده معناه ايه عمليا؟ انك لما بتكون واخد انطباع عن شخص دماغك بتقلب الدنيا على اي دليل يثبت انطباعك، ولو ظهر دليل عكسه بتتجاهله كانك ما شفتوش. المفروض تبقى حاطط ورقه كده قدامك كاتب عليها مش كل اللي بتشوفه حقيقي، في حاجات انت اللي عايز تشوفها. الاعمق من كده ان دماغك كمان ساعات كتير بتخاف تشوف الحقيقه. هوضحها لك. في نوع غريب من الالم اسمه وجع الاعتراف. لما بتشوف حقيقه بتضرب معتقداتك القديمه دماغك بيحصل لها صدام داخلي، توتر وقلق ورغبه في الهروب، وده اسمه التنافر المعرفي. خلينا اديك موقف من الحياه اليوميه عشان الموضوع يوصل لك. واحد شايف نفسه طيب، فجأة اتقال له انت بتجرح كل اللي حواليك. مش هيسيب نفسه يفكر، مش هيسأل نفسه هو انا فعلا بجرح اللي حواليا، لان دماغه هتجري فورا تدور، هتلاقي 10 اسباب يبرر بيهم تصرفاته، لان الحقيقة وجعته. وكمان هو مش مستعد يشوف الحقيقة دي. مثال تاني: واحدة في علاقة مع واحد والعلاقة دي خلصت، تقول لك انا مش هسيبه، انا ضحيت عشانه كتير. ده مش حب، دي دماغ خايفة تواجه فكرة انها كانت غلط من الاول. يعني دماغك دايما بتختار انها تختار الراحة بدل الحقيقة. نتعمق اكتر شوية بقى ونشوف اجمد حاجة في الدماغ فعلا واخطر حاجة في نفس الوقت. الذكريات مش محفوظة، الذكريات بتتكتب من جديد في كل مرة انت بتفتكرها. العالمة اليزابيث لوفتس عملت تجربة شهيرة جدا اسمها لوست ان ذا مول. جابوا متطوعين وادوهم دفتر لذكريات الطفولة بتاعتهم. الدفتر ده كان مكتوب فيه 3 ذكريات حقيقية حصلت لهم فعلا، اعياد ميلاد، رحلات، وبين ال3 ذكريات دول حشروا ذكرى كده وانت طفل ضعت في مول كبير وفضلت تعيط لحد ما لقيناك. القصه بالكامل كدبه، ما حصلتش اصلا في حياتهم. المفاجاه بقى ان بعد ايام المتطوعين دول بداوا يفتكروا بجد شكل المول، ريحه المكان، صوت الناس، مين اللي لقاهم، واحساس الرعب اللي حسوه. ذكريات كامله اتخلقت من لا شيء.
مش تشويه ومش تعديل، ده انتاج ذاكره من الصفر. ده يعلمك ايه؟ ان عقلك ساعات بيقنعك انك عشت حاجه وانت اصلا ما عشتهاش، انك ممكن تكون زعلان من حد وغضبك ده مبني على نسخه ذكريات عقلك ركبها مش اللي حصل فعلا، وانت كنت فاكر انك متاكد. انت فاكر انك شاهد عيان على حياتك، لكن انت مجرد شاهد على نسخة دماغك. الذاكرة مش كاميرا، الذاكرة مؤلف وسيناريو. الخلاصة ان عقلك مش شرير، مش جاي يدمرك ولا جاي يضلك، بس هو عنده هدفين واضحين: يحميك ويريحك. يعني لو الحقيقة هتكسفك هيغطيها، لو الذكرى هتوجعك هيحط لها فلتر، لو الغلط هيهد صورتك قدام نفسك هيجهز لك مبررات. وده مش ذكاء، ده نظام امان. عقلك ما بيدورش على الصريح، هو بيدور على المريح. انا مش جاي النهارده عشان اقول لك ما تصدقش نفسك، بس انا جاي اقول لك ما تسلمش دماغك مفاتيح من غير ما تسالها انت رايحه فين. قبل ما تبقى واثق من غضبك او في تحليلك او في ذكرياتك، اسال السؤال اللي بيقلب كل حاجه: ده الحقيقي ولا ده اللي بيريحني؟ وساعتها هتشوف العالم بوضوح وهتشوف نفسك لاول مره. انا تيتو، ودي كانت رحله وعي.